بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى الكلام على قسم الدلالة اللفظية، انتقل المصنف إلى تقسيم المنطوق. دلالة اللفظ على معناه مطابقة، دلالة على جزء تضمن، دلالة على لازم التزام. ثم إن هذا المنطوق هو المدلول، أنه سبقا قلنا بأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وقد قسم إلى ما سمعتم، دلالة قسمت إلى ما سمعتم، والآن سيقسم هذا المدلول. إذن التقسيم الأول للدلالة، وهذا التقسيم الثاني للمدلول على مذهب المصنف، أنه المنطوق عنده مدلول. إذن في الفصل الأول في قسم الدلالة، وهذا الفصل الثاني في قسمة المدلول. قال: المنطوق إن توقف الصدق فيه. الظرف هنا ستأتي مناقشته، فيه، استعمال الفي الدالة على الظرف والمظروف، أو الصحة له عقلا أو شرعا. إن توقف الصدق أو الصحة له على إضمار فإن هذه الدلالة، دلالة هذا المنطوق، تسمى دلالة اقتضاء. بماذا تعرف دلالة الاقتضاء؟ تعرف بتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. هذه هي دلالة الاقتضاء. وسميت دلالة الاقتضاء لأن الكلام يقتضيها، ويسمى اللفظ الذي يتصف بهذا المقتضي، ويسمى هذا الذي يقتضيه المقتضى. وهذا يبحث في باب العموم، لأنهم قالوا: إذا كان الاقتضاء من صفة اللفظ والمقتضى من ثمرات الاقتضاء فكان تابعا للمقتضي، فلا بد في بعض الصور أن يعترض الخصوص والعموم. فهل نسير على العموم أو نأخذ بالخصوص؟ هذه مسألة سيأتي بحثها في باب العموم. إذن بماذا نعرف دلالة الاقتضاء؟ نعرفها بأن هذا الكلام يقتضي إضمارا. الإضمار هو خفاء قول غير منطوق به. اقتضى كلاما غير منطوق به. هل الكلام يقتضي كلاما غير منطوق به؟ نعم، الكلام يقتضي كلاما غير منطوق به. بماذا نعرف أن هذا الكلام اقتضى كلاما لم ينطق به، لم يصرح به؟ الصدق والصحة. فإذا توقف صدق الكلام على قول عرفنا أنه قد سكت عنه، وإذا اقتضت صحة الكلام قولا علمنا أنه لم يصرح به. وهذه الدلالة التي يحملها هذا اللفظ تسمى دلالة الاقتضاء. الصدق هذا عقلا، الصحة عقلا، الصدق شرعا، الصحة شرعا. فعندك 4 أقسام: إما أن يقتضي الكلام صدق هذا الأمر عقلا، وإما أن يقتضي صدق هذا
شرعا أو صحته عقلا أو صحته شرعا، فأقسموا 4. إذا دل على إضمار فإن هذا يسمى دلالة اقتضاء. رب قائل يقول هنا: ولكن هذا الآن اللفظ هل هو الذي اقتضى الإضمار حتى نسبتم إليه دلالة هذا الأمر؟ أليس الشرع هو الذي قضى بوجود الإضمار؟ أليس العقل هو الذي قضى بوجود الإضمار، أي كلاما مسكوتا عنه؟ فلماذا قلتم بأن المنطوق المدلول هو الذي دل على هذا الإضمار وأنه يتصف بدلالة اسمها دلالة الإضمار؟ لما لا تنسبون هذا للعقل ونسبتموه إلى اللفظ؟ سيأتي بحث ذلك. إذا دل اللفظ على هذا الإضمار فإن دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود يسمى دلالة اقتضاء. المثال الأول كما في مسند أبي عاصم من الآتي في مبحث المجان: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي المؤاخذة بهما. وإنما دل هذا اللفظ على هذا المعنى المحذوف والمؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما. إذن لنكتب هذا القول ثم ننظر في منطوقه ثم ننظر في دلالة ذلك المنطوق ثم نعين هذه الدلالة التي تسمى دلالة الاقتضاء. هذا هو النص كما وقع التصريح به: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. منطوق هذه العبارة ما هو منطوقها؟ شنو المنطوق ديالها؟ أن الخطأ والنسيان، هذا هو المنطوق، أن الخطأ والنسيان غير الخطأ والنسيان لا يقعان من هذه الأمة، لا يصدران عنها. هذا هو المنطوق. هذا هو المنطوق. لكن إذا رجعنا إلى الواقع نجد أن الخطأ والنسيان يقعان من هذه الأمة، يقعان من هذه الأمة. وهذا القول لا بد أن يكون صادقا، لأن هذا حديث، فهذا القول يتصف بالصدق. إذن لما كان يتصف بالصدق فإن ذلك يدل على أنه وجد فيه إضمار. ذلك الصدق الذي يقوم به ولا ينفك عنه يدل على أن فيه شيئا مضمرا. هكذا هذه الدلالة التي فيه على أن فيه شيئا مضمرا هي التي نسميها دلالة الاقتضاء. لكن هل دل هذا على على هذا المحذوف؟ لأننا نقول دلالة المنطوق هي الإضمار، ولكن دلالة المنطوق هي أن الخطأ والنسيان لا يقعان من هذه الأمة. لكن هذا القول فيه خصوصية، وهو أنه لا بد أنه صادق. وإذا كان يتصف بهذا فلا بد أنه قد دل هنا على إضمار شيء يحقق له هذا الصدق. ولذلك نقرر هنا: رفع عن أمتي المؤاخذة
بالخطأ والنسيان، هذا هو المحذوف. من أين عرفنا أن هذا اللفظ يدل عليه؟ لأنه صادق، أنه لا يمكن أن يكون كذبا. إذن فهذا القول دل على هذا الإضمار لأنه كلام صادق ولا يمكن أن يكون إلا صادقا، ولذلك هذه الخصوصية التي فيه قضت بأنه وجد فيه إضمار، أي كلام خفي وجد فيه مضمر يسمى بالمقتضى. لماذا اقتضاه هذا؟ لأنه كلام صادق. هذا هو المقصود. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا من ناحية الواقع مستحيل، فإننا نرى الأمة تخطئ ونراها تنسى، والكلام لابد أن يكون صادقا، وما فيه من صفة الصدق أوجب أن يكون فيه الإضمار. ما فيه من الصدق أوجب أن يكون فيه الإضمار، وهذا الإضمار لا بد منه لأن هذا الكلام صدق وحق. الكلام واضح. ولكن لو جاء إنسان قال مثلا كلامه لا يتصف بالصدق جزما، وقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولم يكن هذا نبيا، هذا يكون فيه الإضمار. لا بد أن يكون كلامه يتصف بالصدق الثابت لكي يعطي الإضمار، لكي يعطي الكلام الذي يكون دالا عليه لأن فيه صفة الصدق. ولو لم تكن فيه صفة الصدق لما وجد فيه الإضمار. هذا كلام واضح. تسمى دلالة اقتضاء، أو المثال ما سمعتم. هذا مثال لماذا؟ لما يتوقف فيه الكلام على الصدق، لتوقف الصدق فيه، الصدق فيه، وجاء بالظرفية هنا للدلالة كما سيأتي بعد ذلك على أن هذا يقع في اللفظ ولا يقع في المدلول كما سيأتي ذلك. المثال الثاني الذي يدل على الصحة قوله تعالى: واسأل القرية أي أهلها. القرية إذا جعلناها الأبنية والجدران فإنه لا يمكن أن يسألها ما هذا لأنه جماد، فالعقل قد قضى باستحالة ذلك. والكلام صدق وحق وصحيح، فما فيه من الصحة، فما فيه من وجوب الصحة يستلزم أن يكون فيه الإضمار. فنقدر حينئذ واسأل أهل القرية من أجل إثبات الصحة. إذا قلنا هي الأبنية المجتمعة فإنه لا يصح سؤالها عقلا، هذا هو الثاني. إذن فهذا صحيح، هذا قلنا بأنه إما أن يصح وإما أن يصدق. الثالث وهو ما كان شرعيا، ما يتوقف عليه صحة الكلام أو صدقه، هو أن يقول الشخص لشخص آخر له عبيد: أعتق عني عبدك فلان، أعتق عني عبدك فلان، ففعل فإنه يصح عنك، أي ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. هذا بين وقد سبق أن مثلنا به في مقال سبق. هذا كلام واضح. إذن دلالة الإضمار هذه هل هي أصل أو هي على خلاف الأصل؟ الإضمار في الكلام أصل أو لا؟ خلاف الأصل، فلا نصير إليه إلا إذا كان الكلام الصادق قد فقد صدقه. وفي صدق ظاهره لا يدل على الصدق، ظاهره يدل على أنه غير صادق، أو أن الكلام غير صحيح فلا يصح ولا يصدق. ونعلم ذلك من جهة الشرع أو من جهة العقل.
فإذا قضى العقل بأن هذا غير صحيح والكلام صحيح في واقع الأمر فلا بد من الإضمار. وإذا قضى العقل بأن هذا الكلام صدق والكلام غير صادق فلا بد من الإضمار. وكذلك إذا كان الكلام ظاهره غير صادق أو ظاهره غير صحيح فلا بد من الإضمار. إذا نبدأ فنقول في هذا المقام: الأصل في الكلام عدم الإضمار، وإنما نصل إلى الإضمار إذا كان الكلام ظاهره غير صادق وهو صادق في واقع الأمر، أو هو غير صحيح عقلا ولكنه صحيح في واقع الأمر، فحينئذ نكون محتاجين إلى تقدير هذا الكلام المستور. وقد عرفنا أنه مستور وأنه غير مذكور لأن هذا الكلام يتصف بالصدق ويتصف بالصحة. إذن فلا نسير إلى الإضمار في كل مكان أمكن فيه الإضمار، لا، ولا نقول لكل كلام إن فيه إضمار. لا بد أن يكون الذي دل على ذلك ما تقدم من قرينة الصدق أو قرينة الصحة. توقف على صدقه يتوقف على صحته. ومن ثم فإنه إذا اختلف الفقهاء في حمل نص ما فادعى قوم الإضمار وادعى قوم خلاف الإضمار، ما الذي نرجعه إذا أمكن الحمل على الظاهر؟ خلاف الإضمار. ولا شك أنه مما يرد على ذهنكم في هذا المقام هو ما أول به الحنفية قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. فالجمهور على أن هذا الكلام صادق على ما هو عليه، صحيح على ما هو عليه، فلا نصير هنا إلى أي إضمار لأنه خلاف الأصل. علاش غادي نقدروا شي حاجة؟ الكلام واضح: فإطعام 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكينا أمر معقول، أنك تستدعي 60 مسكينا فتعطيهم عشاء أو غداء أو تعطيهم ما يأكلون فيتحقق الأمر، فإن لا حاجة إلى الإضمار. لكن كما هو معروف أن مثلا يقولون: فإطعام طعام 60 مسكينا وتعطيه لفرد واحد، كما هو معروف ومنقول عنه. وهذا أيضا يجري في جملة من الأمور التي وقع فيها الخلف بين الفقهاء في من يذهب إلى الإضمار ومن يبقي الكلام على الظاهر. إذا فالإضمار خلاف الأصل، ولا نصير إلى الإضمار إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر. أي ظاهر؟ الظاهر الذي يكون مضمونه صادقا والذي يكون مضمونه صحيحا. لو جاء إنسان مثلا وقال لك كلاما وهو يخالف العقل أو يخالف الشرع، ماذا ستقول فيه؟ كلام فيه إضمار؟ لا، كلام فيه بطلان، كلام باطل. وإنما نقول بالإضمار والصدق فيما تحققنا فيه الصدق أو تحققنا فيه الصحة، فهذا هو الذي نقدر فيه الإضمار. فالصدق والصحة شرطان في الإضمار، وإذا سرنا إلى ذلك اكتسبنا حينئذ ما يسمى بدلالة الاقتضاء. هذه الطريقة المتبعة، فلا نسير إلى ذلك إلا بهذا الشرط. نعم، ولذلك الذين يؤولون مثلا في باب العقائد إنما قضوا بذلك لأنهم رأوا أن هذا الكلام صادق ولكن ظاهر العقل لا يتفق معه. وجاء ربك والملك صفا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك. فالمصير هنا إلى الإضمار إنما وقع بسبب أن العقل قاض هنا بأن هذا الكلام ظاهره غير ممكن، والكلام صادق، والكلام صادق، هذا المجيء لابد أن يقع، ولكن هذا الذي سلط عليه هذا الفعل
ليس محلا له لاستحالة ذلك في حقه تعالى، فلذلك يقدر وجاء أمر ربك وجاء ملك ربك. حقيقة هذا مسلك، وإلا فالمسألة كما تعلمون في خلاف من يقبل ومن لا يقبل التأويل. فقط نذكر المواضع التي يكون فيها الإضمار لا يصار إليه إلا بشرطين: أن يكون العقل يقضي بأن هذا الكلام باطل نظرا بالعقل، وكذلك بمقتضى الشرع مثلا، ثم بعد ذلك نجد أن هذا الكلام حق وصدق، فحينئذ نقول الإضمار متحقق هنا، فلا بد من المصير إليه. وإذا رجعتم إلى كتب تنزيل الفروع على الأصول، فإن من جملة ما تجدونه هناك تعارض الإضمار مع الظاهر، وقد أتوا فيه بأمثلة لمن أراد أن يطلع على أن الإضمار خلاف الأصل، وإنما يسر في القول الصادق، وأنه إذا صير إليه هل يقال فيه بالعموم أو الخصوص؟ هذه مسألة تعلق بمباحث الأصول. وبعدما عرفنا أن الإضمار هذا كلام مخفي مستور ولا بد منه، والصدق يقتضيه والصحة تقتضيه، لما عرفنا ذلك ننتقل الآن إلى بعض المباحث التي تتعلق بتراكب القول للشارح والمصنف في هذا المقام. قال: ثم المنطوق أراد به المنطوق الصريح، أراد به المنطوق الصريح، وأراد بالمقدر المشار إليه بقوله على إضمار المنطوق غير الصريح، ولا يكون ذلك إلا في دلالة الالتزام. هذا هو التأويل الذي ذكره المحشي هنا. وأنتم تعلمون أن الذين تكلموا في هذه المسألة انقسموا إلى طائفتين: طائفة تقسم المنطوق إلى صريح وإلى غير صريح، والذي ذهب إلى هذا هو ابن الحاجب. وأن المصنف يقسم المنطوق إلى الأقسام التي ذكرت، ثم إنه يقول بأنه شيء واحد، وما بعد ذلك يسمى توابع المنطوق. هذا يسميه توابع المنطوق ولا يسميه منطوقا، ولا يدخل تحته كما يقوله. لكن إذا نظرت إلى قوله أنه يدل على إضمار، هنا سيقال له بأن هذا ليس منطوقا صريحا، هذا ليس منطوقا صريحا، هذا ليس محل القسم، لأن محل القسم عندك هو المنطوق الصريح، وهذا الذي ذكرته هنا المقسم هنا هو المنطوق غير الصريح. فلذلك هنا احتاج إلى أن يقول أراد به المنطوق صريح، وأراد بالمقدر المشار إليه بقوله على إضمار المنطوق غير الصريح، ثم قال ولا يكون إلا في دلالة الالتزام. هكذا. إذن فكلامه هنا لا بد فيه من هذا التقدير. فهمتم هذا الكلام أو نعيده؟ هل هو مفهوم؟ المنطوق الذي هو محل القسم هو المنطوق، هذا هو الذي قاله. ولكن الذي قال دل على إضمار، هذه الصفة ديالاش؟ أي منطوق هذا الذي يدل على إضمار؟ ما هو الذي دل على إضمار؟ وش المنطوق الصريح أو غير الصريح؟ غير الصريح. لذلك هنا منطوقان، أحدهما مصرح به والآخر مقدر.
المنطوق الذي صرح به هو هذا الذي ذكر، والذي أشار إليه ولم يصرح به هنا المنطوق غير الصريح، وهو الذي يتصف بهذه الصفة، إذ هو الذي يدل على الإضمار. لأن المنطوق الصريح على ماذا يدل المنطوق الصريح؟ يدل على الحكم في محل النطق، أليس كذلك؟ يدل على الحكم في محل النطق، هذا هو الذي ذكره، هذا هو المنطوق عنده. ومحل النطق هو ما وقع النطق به فقط، هو المنطوق، هذا هو المنطوق عند المصنف. وما سوى ذلك يسميه توابع المنطوق، ما كيسميش منطوق، لا يسميه منطوقا. إذا أردنا أن نقول بأن المنطوق هو الذي يحتوي على إضمار، سيكون هذا مخالف لتقسيمه، ولذلك اضطروا إلى أن يقولوا المنطوق الذي يذكره المصنف هو المنطوق الصريح، وأن هذا الذي أشار إليه هو المنطوق غير الصريح، لأنه هو الذي يتصف بهذا، أنه هو الذي يدل على الإضمار، أن هذه الجهة الإيماء والإشارة والتنبيه هذه كلها تسمى بالمنطوق غير الصريح عند من؟ عند ابن حاجب وعند المصنف بتوابع المنطوق. هذا هو سبب هذا التقدير كما ترون. عبر قوله فيه، إذن هذا ما يتعلق بهذا اللفظ، ولهذا قدر هذا هنا، ولا بد أن يقدروه، لأن الإشكال عندهم أن هذا المنطوق الذي يذكر المصنف لا يصدق عليه هذا الذي ذكره هنا من قوله دل على إضمار. إذن هذه الدلالة حتى لو قبلناها فستكون دلالة بالتبعية وليس دلالة بالذات، لأنه يسميه توابع المنطوق، إشكال في المصطلح. ولما ذكر هذا وبين أنه لا بد من تقدير منطوق محذوف هنا والمنطوق الصريح دل ليكون الكلام بينا، انتقل إلى ذكر بعض النكت التي تتعلق بعبارات الشارح والمصنف. عبر في جانب الصدق بحرف في قوله فيه عبر بحرف فيه، قال إشارة إلى أن الصدق ليس صفة للمنطوق أي المعنى، وإنما يكون للكلام، فيقال هذا كلام صادق ولا يقال هذا معنى صادق. ولذلك قال فيه، الصدق فيه، فقوله فيه أي في داله، في حذف مضاف، إن توقف الصدق في داله. إذن هنا أمران، أن في جاء به للدلالة على أن الصدق إنما يتصف به الكلام، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه قد حذف هنا كلمة دال، فأصل الكلام إذن ثم المنطوق إن توقف الصدق في داله، هي الفائدة الثانية. فيه حذف مضاف، إذن فيه حذف مضاف وهو مدخول في الظرفية، والدال على المنطوق هو الذي يسمى بالكلام أو يسمى باللفظ. هذه نكت كلامية تؤخذ من هذا الكلام. وأتى باللام في جانب الصحة إشارة إلى أن المنطوق أي المعنى يتصف بالصحة، فيقال هذا معنى صحيح كما يقال هذا كلام صحيح. إذن في قصد به أن يدفع اتصاف المنطوق بالصدق، فاستعمل في ثم قصد الدال، فكان هذا هو القصد والنكتة في بناء هذا القول. وأتى باللام إشارة إلى أن المنطوق يتصف بالصحة كما يتصف بها القول، إذن لا إشكال في ذلك، والصحة له أي للمنطوق.
هذا ما يتعلق بنكتة في ونكتة اللام في فيه وفي له في عبارة الشارع. هكذا قال. هل أن قد قصد المصنف هذا في كلامه ولذلك عبر بهذه الحروف؟ هذا أمر فيه احتمال محتمل، وقد يكون هذا فقط قد صرح به المحشي على سبيل الوفاق، أن يكون هذا فيه هذه المعنى، فقال يوافقه أن يفسر في هنا بالظرفية ونجعل الضمير هنا بدلا عن الدال ثم نقدر في داله، فهذا هو الذي يكون صحيحا. يمكن يكون مقصود، يمكن يكون على سبيل الوفاق. وكذلك اللام أيضا. ولكن لماذا بدل بين الحرفين؟ استعمل فيه هنا واستعمل اللام هنا، لا بد أن يكون ذلك لشيء قام بذهنه. ولما ذكر هاتين النكتتين في اللام وفي حرف في، ذكر معنى الصحة فقال والصحة العقلية هي الإمكان، فكل ما هو ممكن فهو صحيح عقلا. وقد نظرنا في رفع الخطأ والنسيان عن الأمة فوجدناه أمرا حقيقيا ثابتا في الخارج، إذن فالعقل ينفيه ويقضي باستحالته. ثم إن الإنسان لا يمكن أن يتصف بهذا العارض وهو زوال الخطأ والنسيان عنه بطبعه وحقيقته، فالعقل يحيل ذلك، أن هذا عرض تابع للحيوانية وما فيه من طبائع والنطقية وما فيها من خصائص. الصحة العقلية هي الإمكان. وأما الشرعية فهي موافقة الفعل ذي الوجهين أي الذي يتصف بالصحة ويتصف بالبطلان. أما ما له وجه واحد فهذا لا يندرج تحت الصحة ولا يندرج تحت البطلان. البطلان والصحة محلهما فعل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون باطلا. أما إذا كان باطلا أو إذا كان صحيحا على الدوام فهذا لا يقال فيه الصحة. فلا يقال مثلا الإيمان صحيح، لأن هذا لا يقبل إلا وجه واحد. إيمانك صحيح، إيمانك موجود أو غير موجود، موجود أو غير موجود، أنه لا يسمى إيمان باطل وإيمان صحيح. إيمان موجود أو غير موجود، موجود صحيح ما موجود إذن فهو غير موجود، لا يمكن أن تصفه بالصحة. هكذا صرحوا. أما أن يقال فلان إيمانه صحيح بمعنى ثابت فقط. أما الصحة الفقهية والشرعية فلا يتصف بها الإيمان، لأنه إذا كان يتصف بالإيمان فيمكن أن يتصف بالبطلان، والإيمان لا يقبل البطلان بل يقبل العدم. وكذلك الكفر أيضا لا يتصف بالصحة، كفرك صحيح اللهم إذا أردت أن تقول بأنه ثابت راسخ يمكن ويكون حينئذ اللفظ لغويا أو عرفيا وكذا كما مر. إذن هذا ما يتعلق بنكتة في واللام وما يقتضي بمعنى الصحة هنا. ثم قال فيما دل عليه في اللفظ على إضمار أي تقدير، فيما أي في المعنى الذي دل عليه، أي في اللفظ ماشي في المعنى، أي في اللفظ الذي دل عليه أي على ذلك المنطوق وهو المنطوق الصريح، والمقدر المذكور الدال على تقديره هذا اللفظ هو المنطوق غير الصريح. إذن منطوق صريح يجذب منطوقا غير صريح، هذه الطريقة. منطوق صريح يجذب منطوقا غير صريح. المنطوق الصريح هنا هو هذا الذي وقع الكلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وسائر القارئة، دل على منطوق غير صريح لأنه يتصف بالصدق، وهو أن تقدر المؤاخذة أو أن تقدر أهلا. واضح أن الكلام باين، تحتاج إلى كثرة كلام هذا الشيء. والمقدر المذكور الدال على تقديره هذا اللفظ هو المنطوق. واعلم أن ابن الحاجب رحمه الله قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح،
والأول ما دل مطابقة أو تضمنا، والثاني ما دل عليه التزاما. وهذه الطريقة التي مشى عليها ابن الحاجب قد تكون راجحة لأنها وافية بالحصر حسنة في التصنيف. المصنف كما ترون هنا احتاج أن يقدر منطوقا غير صريح هنا بعدما نطق بالمنطوق الصريح. حقيقة هذا لا يخفى ما فيه من تكلف سواء صرحوا به أو لم يصرحوا به. والأول ما دل المطلق على آخره. والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والإشارة أو بتوابع المنطوق ما تبقى ذكر ذلك. ثم قال: فدلالة اللفظ. أشار بهذا إلى أن ظاهر تعبير المصنف فيه تساهل، حيث صرح بالمنطوق وكان عليه أن يصرح بدلالة اللفظ. فدلالة اللفظ أعادها الشارح هنا لأن فيه نوع من التورك. التورك هو أن تبين لمن خالفته بأنه مخطئ دون أن تصرح بذلك، ولكن تشير إليه بقلب العبارة، كان ينطق بلفظة لا تراها حقا فتقلب هذا المقال إلى مقالة تراها حقا. تورك لون من ألوان التورك، وهي من لغات النقد عند المتقدمين. أن النقد من جملة ما فيه ما يسمى بالتنكيت، ما يسمى بالتورك، فيه ضروب من صياغ النقد، ولكن لا يصرحون بالنقد، لكنه يشعر به هذا الذي ينطقون به. نعم. وفيه نوع من التأدب في علم الجدال مع النطق بالمقصد، هذا موجود مصرح به. وكان العرب يستعملون ما يسمى بالتعريض، وهذا من علم البيان، يستعملونه أيضا في هذا المعنى، أنه يعرض بالشخص ولكن لا يصرح به، وإنما يشير إلى ما يعرف به. هذا أيضا من ضروب النقد والذم، ولكن يقع فيه التصريح. على كل حال، فهذا أشار بهذا إلى أن ظاهر تعبير المصنف فيه تساهل، لأن قوله فدلالة اقتضاء خبر عن المنطوق، وذلك لا يصح، لأنها وصف لدلالة اللفظ وليس لدلالة المعنى، وليس للمعنى. دلالة الاقتضاء وصف لللفظ وليست وصفا للمعنى. هنا النقد اقتضاء صفة لللفظ ماشي صفة للمعنى، المنطوق معنى، لكن ظاهر عبارته أنه جعل دلالة الاقتضاء وصف للمعنى، هتقال المنطوق، لأنها وصف لدلالة اللفظ على ذلك المضمر المقصود كما قاله، فلذلك حول العبارة إلى ما ترى. إذن ما الذي كان على المصنف أن يقوله؟ واللفظ إن دل، إن توقف الصدق أو الصحة في له كذا كذا، فدلالة اللفظ حينئذ تسمى دلالة الاقتضاء. لكن هو قال والمنطوق فدلالة الاقتضاء، فجعل ذلك وصفا للمعنى، وهذا هو الذي أدى إلى إظهار هذه العبارة من الشارح في نقد هذا القول بشيء من الإشارة والرمز. نعم، مقسوم هنا هو، ولكن الدلالة التي يقسمها الآن ليست صفة للمدلول، هو كيقسم هنا دلالة الاقتضاء، دلالة إشارة، دلالة الإيماء، هذه ما كاع ما ذكرهاش هو أصلا، معروف هذا الشيء، ولكن ذكر جوج ديال ولكن هذه صفة لللفظ. لا، هو دابا كان عليه هنا ملي وصل لهنا
كان عليه أن يبدل الكلام، لأنه قال ودلالة اللفظ، خصو يبدل الدلالة، خصو يبدل، لأنه هنا في قسم الدلالات وليس في قسم المدلولات. في الأول كان كيقسم المعنى، نص الظاهر كذا، كان كيقسم المعنى المدلولات. ذكرنا في أول الكلام، قلنا بأن في الأول كان يقسم المدلول، والآن راه خصو يقسم الدلالة. لذلك كان عليه أن يرجع فيقول ودلالة اللفظ، وهو واضح. إذن فالدقة والتحرير هنا هو هذا الذي ذكره الشارح. ثم قال على معنى ذلك المضمر متعلق بدلالة، وحاصله أن اللفظ في الحديث الشريف المذكور دل على منطوق صريح وهو رفع الخطأ والنسيان، ومنطوق غير صريح وهو رفع المؤاخذة بهما، وقس على ذلك المثال الثاني والثالث. لكن كما سبق أن ذكر أن دلالة الصريحة تقتضي دلالة غير الصريحة بشرط الصدق، بشرط تعذر أصلا أن يقصد الظاهر، مع النص، وأن النص يتصف بالصدق والصحة. إذا كان هذا هو المسار، فربما هنا باختلاف عقول الناس وباختلاف مآخذهم للمعارف قد يدعي قوم بأن هذا النص الذي صرح به الشارع ظاهره غير مقصود، إذن فنسير إلى الإضمار. لا يسار إلى الإضمار إلا إذا تعذر الحمل لللفظ على ظاهره وقضت الصحة والصدق بوجوب هذا الإضمار فقط. أما إذا كان الكلام كلام إنسان عاديا يمكن أن يكذب، يمكن أن يكون كلامه ليس فيه الصدق ولا الصحة قطعا، هذا لا يمكن أن نسير فيه الإضمار. وكذلك الكلام إذا كان يحمل على ظاهره لا نسير فيه الإضمار، فالإضمار له شروط: استحالة الحمل على الظاهر مع اتصافه بالصدق والصحة. هكذا، هذا هو الوجوب في المسألة. قوله في مسند وما آخره، وهنا المؤاخذة، هنا قرر المؤاخذة، ولكن كما سبق أن ذكر أن البعض لا يقرر المؤاخذة، هنا كتكون اشتباك الفقهي. هنا الفقهاء دابا الأصوليين قالوا قدروا المضمر، ولكن لا يعينونه، يقول لا بد من الإضمار، لكن تعيين المضمر هنا مسند إلى الفقيه. ولذلك ظهر هنا مذهبان فقهيان: المالكية والحنابلة يعممون الاقتضاء ثم يخصصون بعد ذلك إن وجد دليل التخصيص. الشافعية والحنفية يخصصون ثم إذا أريد منهم أن يزيدوا يطلبون الدليل، فافترقا أهل المذهبين إلى هذه الصنف. مثلا المالكية شنو الأصل عندهم في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ رفع عن أمتي الإثم والمؤاخذة والجناية والضمان، كل شيء حصل عن طريق الخطأ والنسيان وترتب عنه من الحقوق فالأصل فيه هو السقوط، هو الذي يقتضيه مذهبهم، وتبعهم في ذلك الحنابلة. ثم إذا أخرجوا ما أخرجوا من أموال الناس وأخرجوا مثلا ما أخرجوا من الجناية، يقول هذا بدليل شرعي اقتضى الإخراج، طريقة ديالهم. الآخرون الشافعية مثلا ومن وافقهم يخصصون، يقول هنا المؤاخذة فقط، ألا ندخل الإثم؟ قد يحتاج إلى الدليل. ألا ندخل الضمان؟ نحتاج إلى الدليل. ألا ندخل ما يترتب عن الجنايات؟ نحتاج إلى الدليل. إذن هؤلاء يدخلون ثم يخرجون بالدليل، والآخرون يخصصون ثم يطلبون في هذا المقام. إذن الإضمار كل يسير إليه، لكن صورة الإضمار، تعيين ذات الإضمار، هذا فيه خلف فقهي كما هو معروف في هذه الجزئية. على كل ما نريد أن نصل إليه أنه إذا عرض لنا دليل نعلم قطعا أنه صادق وأنه صحيح، ثم نظرنا في المنطوق الصريح فوجدناه العقل يقضي بكذبه
أو الشرع يقضي بعدم صحته، فإننا مباشرة نسير إلى تقدير كلام يثبت الصدق أو يثبت الصحة، هكذا. وإذا رجعتم إلى ما سبق أن ذكر من تنزيل كتب تنزيل فروع الأصول، ستجدون أن هذه المسألة من المسائل التي تورد هناك لأنها خلاف الأصل، إضمار خلاف الأصل، تأويل ونوع من التأويل. وقد اكثر الحنفية من هذا، ونقل عنهم الشافعية ذلك في كتبهم في أحاديث، منها مثلا أيما امرأة ولا لا نكاح إلا بولي، جمهور مثلا يقدرون في هذا أنه لا نكاح صحيح إلا بولي فيعممون، لكن الإضمار عند بعضهم لا نكاح للأمة لا نكاح للصغيرة، فيوجبون الإضمار، المذهب الحنفي. ولذلك يصححون عقد المرأة إذا كانت رشيدة. ووقع مثل هذا في جملة من الفروع وضعت عليها واحد الترجمة في كتب الأصول تسمى باب التأويلات، أوردها صاحب البرهان، ونقل عنه جماعة من الأصوليين، وأنكر بعضهم إدخالها في الأصول لأنها مسائل فقهية، وردت جماعة من الأصوليين بأنها من صلب الأصول لأنها تتعلق بالتنزيل. إذا من أراد أن يرجع إليها فرجع إليها في البرهان وفي غيره من الكتب، باب التأويلات. ابن السمعاني أيضا أوردها في قواطع الأدلة، وكذلك ابن باز، جماعة ذكروها في كتبهم، وأوردها حتى صاحب المستصفى أيضا أوردها في مواضع فيها هذا الضرب من التصرف، الاقتضاء مع التنازع في شرعيته. بعضهم يقول اقتضى هذا محله تقتضي الأصول إجزاءه، والآخرون يعارضون. وفي الفقه المالكي بعض الأمور أيضا التي فيها نفس الأمر، يقدرون والآخرون ينفون صحة التقدير، قال لا حاجة إلى الإضمار هنا، كلام يحمل على ظاهره، لا نحتاج إلى الإضمار. إضمار خصو شروط، تعذر الحمل على الظاهر مع الصدق والصحة في متنه، هكذا وهكذا. هل عندكم مناقشة؟ لا تناقشوا، المغرب هذا. مسند أخي عاصم، سيأتي أن أخا عاصم هو الحافظ أبو القاسم التميمي قدس الله سره ونفعنا به. هذا الحديث قالوا لا يوجد إلا في مسند أخي عاصم، وفي الحقيقة دابا هنا دار أبي عاصم، احنا كاع النسخ اللي كنا كنقراو منها في المختصر كيقولوا أخي عاصم، دابا هنا داروا في أبي عاصم اللي عندي هنا. عندكم أبي عاصم ولا أخي عاصم؟ أخي هذا ما قال النسخ اللي كنقراو منها منذ قبل ما في أخي عاصم، هذا في أبي عاصم. شنو هذا دابا؟ ولا باه كان خوه ولا باه؟ مستحيل. خلاصة الكلام أخي عاصم، وقالوا بأن هذا الحديث لم يروه إلا أخو عاصم، ولكن فيما بعد المحدثون الذين اشتغلوا بالحديث خرجوا هذا الحديث من كتب كثيرة، والحديث منتشرون، وقالوا بأن قال هذا ابن السبكي قال بحثت عنها وأنا والحافظ بن عبد الهادي أظن، فلم نجده إلا في كتاب أخي عاصم، أظن أنه ذكره في الإبهاج، ولا أين رأيت هذا الخبر؟ قال بحثت عنه أنا والحافظ، شو محدث؟ وش ابن عبد الهادي ولا شو من المحدثين؟ ابن عبد الهادي راه كان في زمن السبكي، ابن عبد الهادي قال بحثت عنه وأنا والحافظ فلان، أنا أظن أن ابن عبد الهادي قال فبعثنا عنه زمنا ولم نجده إلا في كتاب أخي عاصم. وفي الحقيقة أن هذا الحديث مشهور معروف منتشر، خرجه جماعة من المحدثين في كتب مختلفة. وربما أن العطار أيضا قد ذكر كلاما من هذا القسم، من هذا النحو ذكر أنه ربما ذكر شيئا من هذا الكلام، قال بأنني بحثت عنه ولم أجده، أو نقل عمن قال بأنني لم أجده، أو شيئا من هذا الكلام.
كذلك هو أيضا ربما ذكر هذا الكلام في موضع، معنى الحديث مشهور معروف، فعل أمتي الخطأ والنسيان، ولكن روي بألفاظ مختلفة، روي بألفاظ مختلفة، وبعض الألفاظ التي تروج قالوا بأنها ضعيفة، والألفاظ الصحيحة ذكروها، ومن أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع إليه في مظانه فإنه سيجده فيه منصوصا عليه. قال لا يصح سؤال أهلها، قرية أهلها، قيل عليه أن الصحة كما تحصل بتقدير هذا المضاف تحصل بجعل القرية مستعملة في أهلها مجازا. بعضهم ناقش هنا قال ما كانش الإضمار، علاش مشيتي الإضمار؟ لماذا لم تذهب إلى المجاز؟ هذا البعض يقول علاش انا غادي نقدروا هذا الشيء؟ يقول نديروا المجاز، وسير القرية سمي الناس قرية مجازا، وكم من قرية أهلكناها، حتى إن بعضهم شكك في أن القرية لفظ مشترك يطلق على الأبنية ويطلق على السكان، هذا ما مل إليه بعضهم، فإن دلت القرينة على أن المقصود بها الأبنية فالأمر كذلك، وإن دل على خلاف ذلك قضي بما يقتضيه هذا الحال. فكيف يمكن أن نقول بأنه لا بد من الاقتداء هنا مع إمكان الحمل على المجاز؟ لأن الإضمار يقدم عليه المجاز، لأن أعلاهم التخصيص وآخرها النسخ، هذه تسمى المخلات بالفهم، ما عبر بذلك ابن السبكي في الإبهاج وغيره قال يقدم تخصيص مجاز فمضمر، المجاز مقدم على الإضمار عند المحققين، ونقل تلا والاشتراك على النسخ، أولها التخصيص وآخرها في الضعف النسخ، لابد إذا عرض النص وأمكن فيه أن يحمل على أحد الاحتمالين أن تقدم الراجح وتترك المرجوح، هذا ما وقع التصريح به. إذن خلاصة الكلام أن قوما قد ناقشوا هذا قالوا لا نحتاج إلى أهلها، وأجيب عن هذا بأن التقدير المذكور بناء على بقاء القرية على حقيقتها، وليس في العبارة حصر الصحة في التقدير المذكور حتى يرد ذلك. قال لا يصح سؤالها عقلا بالنظر للعادة، فسقط ما قيل إنه يجوز سؤال الجدران ونطقها خرقا للعادة. قال لا يصح سؤالها عقلا، لا يصح سؤال القرية التي هي الأبنية عقلا بالنظر للعادة، ونحن إنما نقضي في الأمور بالاحتمال والإمكان بالعادة. أما ما قال بعضهم لماذا لا نسألها والله تعالى ينطقها، لأن هذا نبي، ما أمرهم بأن يسألوا يمكن أن ينطق الجدار. سائر القرية التي كنا هؤلاء أنبياء، وسائر القرية التي كنا فيها والعيلة التي أقبلنا فيها هؤلاء أنبياء، والخطاب لمن؟ ليعقوب. لو سألها يعقوب لانخرقت العادة وأخبرته بأنهم يكذبون، هذا الشيء العجب. إلى آخره. فلا يتأتى الحكم بعد إلى آخره على حقيقة هما الساعة عقلا إلى آخر ما ذكره. وبعدما أنهى الكلام على دلالة الإضمار، وقد فصلناها في الذهن هنا، وهي بينة واضحة أنها بهذا تعرف، انتقل إلى دلالة الإشارة، ونريد دائما أن نميز بينهما بكثرة التكرار للأمثلة بالنسبة لمن ربما تختلط له دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، أن يكثر من الأمثلة مع التذكر مرة بأن يقابل بينهما حتى تتميز في ذهنه، لأنها تختلط دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء عندما تناقش الأدلة وتورد في مكان الاستدلال في المسائل الفقهية يقع فيها الاختلاط، وتارة يقول هذه دلالة الإشارة وبعد يقول هذه دلالة الإضمار، وذلك لعدم معرفة الفوارق التي بها يكون التميز بين الدلالتين، وهذا شيء طبيعي. إذن هذا ما انتهى إليه الكلام. انتقل الآن إلى دلالة الإشارة، ولم يذكر المصنف دلالة الإيماء، وسيكون الكلام مخصصا لذلك. لماذا لم يذكرها؟ انتهي بها من هذا القدر إن شاء الله تعالى.